والسلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا النهارده جايب لك شرح جديد عن طريقه الفينش او ازاي تفنش رقمك لو انت مش عارف الطريقه، او ازاي ترجع الفينش بتاعك لو وقف منك في لحظه من اللحظات. تمام؟ هتقول لي هترجع الفينش تاني؟ خليك ترجع الفينش تاني عافيه بعد الفيديو ده. هتقول لي ازاي يا جدع؟ يا عم انت مالكش دعوه، اتفرج بس على الفيديو للنهايه وانت تعرف ازاي هترجع الفينش بتاعك. تمام؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. المهم قبل اي حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واديني لايك وكومنت على الفيديو ده. تمام؟ مبدئيا كده لازم يبقى معاك رقم قديم من سنتين او اكتر. هتقول لي ازاي يعني؟ مثلا معاك رقم قديم، يعني ما تجيبليش رقم جديد وتقول لي عايز افنشه. يعني هو اصلا قليل قوي ان انت تلاقي رقم جديد بيتفنش. تمام؟ فتجيب رقم قديم من سنتين او اكتر. هقول لك تعمل ايه. اول حاجه انت هتعمل روم جديد او جروب جديد وهتضيف فيه الرقم اللي هتفنشه. تمام؟ عايز تحط الرقم الفينش على نسخة المتجر، تمام عادي. عايز تحطها على نسخة الأعمال برضو عادي، المهم تحطها على أي نسخة رسمية. تمام؟ تحط الرقم الفينش بتاعك على أي نسخة رسمية من الاتنين بتوع المتجر. تمام؟ تاني حاجة بعد ما تعمل الجروب انت هتاخد البند اللي هسيبهولك تحت في الوصف، هتلاقي اللينك تحت في الوصف. تمام؟ أو هسيبهولك في قناة التليجرام عندي هنا. تمام؟ هنا برضو احنا بنطير أرقام وبنعمل مسابقات، يعني تعالوا نورونا هنا. تمام؟ تالت حاجة انت بعد ما ترمي البند في الشات بتاع الجروب، انت هتحط الرقم في اخر البند بس بدون فواصل. تمام؟ وبعد ما تبعت البند من الرقم التاني للرقم الفينش او اللي انت هتفنشه، هتحدد البند وتعمل عليه ابلاغ واحد. ابلاغ واحد، ما تزودش. تمام؟ لو الرقم طار يبقى اهلا وسهلا، خلاص انت كده رقمك فينش. تمام؟ طب لو الرقم ما طارش يبقى رفض، خلاص فكك منه وشوف غيره وهتطير غيره. يعني مثلا، وفي الاول برضو لازم تطير ارقام فيك كتير، يعني كل ما تطير ارقام فيك كتير كل ما الفينش يبقى قوي. تمام؟ فاحنا دلوقتي هنجرب نطير ارقام دلوقتي قدام عينك، وانا مش هسبق اي ثانية في الفيديو او هقص اي حاجة. تمام؟ كل حاجة خليها قدام عينيك. تمام؟ وشوية كده بعد ما نطير الارقام هعرفك ازاي ترجع الفينش بتاعك لو وقف. تمام؟ ندخل مثلا على النسخة بتاع المتجر، يعني مالكش دعوة بالاسم، انت هتعمل الجروب. تمام؟ مالكش دعوة بالاسم اللي انا حاطه او الوصف او الصورة، انت هتحط اللي انت عايزه. تمام؟ هتحط اي اسم واي صورة واي وصف. تمام؟ عندنا دول التلات ارقام اللي احنا هنطيرهم. هناخد مثلا اول رقم كده، نسخ، وهو ده البند بتاعنا. تمام؟ هنحط الرقم في اخر البند كده زي ما انت شايف ومن غير فواصل. تمام؟ وهتبعت الرقم. دلوقتي هو وصل هنا. تمام؟ اسف لان انا بشرح بسرعة. تمام؟ هو وصل على النسخة التانية دلوقتي. تمام؟ هتطيره ازاي بقى؟ احنا تعالى مثلا نروح على اي نسخة توثيق زي ده مثلا. هناخد سكرين قبل وسكرين بعد. تمام؟ اهو دلوقتي البند وصل والرقم في البند. تمام؟ هتحدد البند كده زي ما انت شايف، بعدين تعمل ابلاغ واحد على البند، ما تزودش. تمام؟ هتعمل ابلاغ. هناخد سكرين قبل. تمام؟ هنشوف طار اصلا ولا لا. اهو الرقم طار قدام عينيك في الفيديو. تمام؟ يعني دلوقتي انا مش بقدم او هقص اي حاجة وهخلي كل حاجة قدام عينيك. تمام؟ الرقم طار معاك قدام عينيك اهوت. تمام؟ من ابلاغ واحد. انت هتجرب تعمل ابلاغ، طار خلاص، ما طارش شوف غيره، هيبقى رفض خلاص. تمام؟ هنجرب دلوقتي برضو على الرقمين التانيين هنشوف هيطير ولا لا. دلوقتي الرقم الفينش بتاعنا مشغله على نسخة الاعمال. تمام؟ هنروح مثلا هنا تاني، هناخد تاني رقم نطيره. وهي مش كل الارقام اصلا يعني بتطير بسهوله. الارقام اللي هي بتبقى فاتحه اعمال وعايز تطيرها ساعات بترفض. تمام؟ فانت طير ارقام بتبقى فاتحه معدل. هنعمل ابلاغ. نسيت اخد قبل، بس هو كان مفكوك، يعني عموما الرقم ده كان مفكوك او طار. تمام؟ بس انا نسيت والله اخد قبل. تمام؟ هناخد مثلا تالت رقم برضو هو مفكوك، هو ابلاغ واحد بس على البند ما تزودش. تمام؟
هترمي البند، هسيب لك البند ده عندي في قناة التليجرام، هتلاقي اللينك تحت في الوصف. تمام. ابلغ واحد، لو طار خلاص، ما طارش يبقى رفض. تمام. سكرين قبل وسكرين بعد، كل حاجة قدامك. انا والله ما ببص اي حاجة، والوقت اهوت قدامك لو انت عايز تبص على الوقت. انا مش قص اي حاجة في الفيديو. تمام. طيرنا 3 ارقام في الفيديو دلوقتي. طيب يا عم كيمو، انا عندي رقم كان فينش ووقف، ارجعه ازاي؟ مبدئيا انت هتجيب الرقم تحطه على نسخة اعمال اللي هي العادية، او نسخة بتاع المتجر التانية، تمام، اللي هي الرسمية. بعد ما تحطه هتسيبه لمدة اسبوعين او 15 يوم بالظبط، من غير ما تعمل منه ولا ابلاغ. تمام. هتسيبه، عايز تتكلم منه عادي، عايز تبعت لحد برضو عادي، عايز تدخل فرومات برضو عادي. المهم ما تعملوش حذف حساب. تمام. وما تعملش برضو منه ابلاغات. هترجع تاني تقوم عامل روم جديد بالرقم الفينش. تمام، ركز معايا، هتعمل روم جديد بالرقم الفينش. تمام. بعد ما هتعمل الروم هتضيف اي رقم تاني عشان تبعت منه البند. تمام. هترجع انت بقى تبعت البند من الرقم التاني اللي ضفته. انت هتضيف رقم عشان تبعت منه البند في الجروب، وتبلغ برقمك الفينش اللي انت عملت منه الجروب. تمام. وبعدين بعد ما ترمي البند، انت طبعا هتحط اي صورة واي اسم للجروب واي وصف برضه. تمام. وهتعمل ابلاغ واحد على البند بس. مبدئيا لما ترجع الفينش بتاعك تاني لازم تطير ارقام فيك في الاول. يعني ما تجيبش رقم اساسي وتقول له هطيره وانت لسه كان الفينش بتاعك واقف وعايز ترجعه وتطير رقم، عايز تطير رقم اساسي في الاول. لا، هتجيب اي رقم فيك. هتجيب مثلا 10 ارقام فيك قدامك وتجرب عليهم كلهم تطيرهم. اللي بيرفض سيبك منه، واللي طار خلاص. تمام. وطالما طار معاك ارقام فيك يبقى كده الفينش بتاعك رجع تاني. هتقول لي الطريقه دي مضمونه؟ اه الطريقه دي مضمونه طبعا، انا مجربها على الرقمين عندي. تمام. طيب الناس اللي هي بتقول لي هل لو انا نقلت الفينش من نسخه لنسخه هل هيقف او لا؟ اه طبعا، انت لما بتنقل الفينش من نسخه لنسخه بيقف. تمام. كان ايه تاني، حد قال لي ان في ناس بتبيع ارقام فينش. برضو اللي بيبيع ارقام فينش حاليا بالطريقه دي، يعني مش كله يعني بيبقى مضمون برضو. انا اسف، مش كله بيبقى مضمون. يعني هو انت ازاي الفينش بيقف لو انت نقلته من نسخة لنسخة؟ فمش اي حد تاخد منه رقم. واحد قال لك انا ببيع ارقام فينش، تقول له ماشي هتاخده، هتلاقي الرقم وقف اصلا، الفينش وقف معاك. تمام. ف زي ما قلت لك لازم يبقى معاك رقم قديم بقاله سنتين او اكتر. عايز تفنشه هتعمل زي ما انا قلت لك في اول فيديو. والبند ده هسيبه لك تحت في الوصف، هسيب لك اللينك بتاعه، هتدخل هتلاقيه على قناة التليجرام. تمام. وبرضو البند ده يعني هتقول هل البند بيقف؟ لا، البند مش هيقف معاك. المهم هو ابلاغ واحد بس على البند. تمام. عايز تشغل رقمك الفينش على نسخة اعمال شغله، عايز تشغله على النسخة التانية برضو عادي. هو لما انا لقيته اشتغل على نسخة الاعمال ما قدرتش انقله على النسخة التانية لانه هيقف. تمام. وبعدين هو ابلاغ واحد بس اللي بتعمله. وانا زي ما انت شفت ما قصتش اي حاجة في الفيديو، وطيرت 3 ارقام قدامك ومعايا السكرينات، وانا خدت سكرينات طبعا وانت شفت كل حاجة. تمام. فهي دي الطريقة، وهو دلوقتي ازاي عرفتك ان انت ازاي ترجع الفينش بتاعك لو وقف. تمام. واي حاجة وصف حاجة كلمني وانا ان شاء الله هرد عليك، وفي اي مشكلة برضو كلمني. تمام.